السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله متابعين الشيف أبو عبد الله، حياكم الله وبياكم في برنامجكم الشغل المضبوط مع الشيف أبو عبد الله. حياكم الله. طبعا زي ما شايفين شبة النار وأجواء جميلة مع الضيوف الجميلين. طبعا رحبوا معي في برنامجكم الشغل المضبوط مع الشيف أبو عبد الله ضيفنا الأستاذ أحمد القحطاني. حياك الله يا ابو ركان. يا سلام، يا مرحبا بك، الله يحييك، شرفتني في هذا البرنامج. يعطيك العافيه ودائما شغلك مضبوط ما شاء الله. الله يحفظك، وانت كذلك بلبسك المميز، فانت مميز وجميل. الله يحفظك. حياك الله. ورحبوا معي بالاستاذ فهد بن فواز الحارثي. حياك الله يا ابو سلطان. بقاك الله والله يا ابو عبد الله. يا مرحبا، حياك الله. والله يكثر من امثالك. الله يحفظك بعز ويوفقك ان شاء الله. اللهم امين. وهذا البرنامج ان شاء الله ناجح وطيب بوجودكم طبعا. الله يسلمك بوجودكم. وكذلك رحبوا معي بالاستاذ محمد السالمي مدير العلاقات العامه بشركه بانوراما. طبعا شركه بانوراما شركه معروفه وغنيه عن التعريف ما شاء الله، وهي الراعي الرسمي لهذا البرنامج، برنامج ابو عبد الله، فكثر الله من امثالهم. ولا يبغى يبتن عنا الدكتور طلال العربي. حياك الله يا اخوي محمد. تستاهل كل حياك الله. الله يسلمك ارضانك القيتم. امين امين يا مرحبا. حياكم الله. بربطكم القهوه، بربطكم الشاي والعلوم طيبه ان شاء الله. بيض الله وجهك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. وش عشان الليله يا ابو عبد الله؟ عشان الليله السريق الطائفي. يا سلام، الله اكبر. السريق الطائفي، اللي ما يعرف السريق يا اخواني، حتى الناس اللي من الدول اللي خارج المملكة يتمنون شيء اسمه السليق الطائفي. السليق الطائفي أكلة مميزة. السليق الطائفي لأهل الطائف من منبر أهل الحجاز. طبعا بعض الناس يقول السليق نضيف عليها بصل ونضيف عليها ثوم ونضيف عليها. احنا نقول لا، وقف، هذا يسمى السليق وليس السليق الطائفي. طبعا السليق الطائفي يضاف عليها بس المويه والملح، واضيف عليها السمن البري بس. هذا السليق الطائفي. لكن السليق اذا بغيت تسميه انت حط الاضافات اللي تشوفها. ان بغيت تحط بصل، ثوم، كزبره، شبث، حط اللي تبغى. لكن لا قول هذا اسمه السليق، ولكن لا تقول هذا السليق الطائفي. يا سلام. نعم، الكلام صحيح ولا لا يا اخوان؟ صحيح. انا حتى في ناس يقول لا السليق لنا، السليق لنا، نتشرف ونفتخر. احنا في بلاد واحد، وودنا ان هذا التراث هذا ان يكون منتشر في بلاد العالم. ولكن السليق الطائفي منبرها من عند اهل الطائف، واسألوا الجميع. ولكن من اجل ان احافظ على هذا التراث، أنا بعلمكم كيفية وطريقة طبخ السليق الطائفي بطريقة أهل الطائف بشغل أخوكم الشيف أبو عبد الله. فخلوكم معايا لإعداد طبخ كيفية السليق الطائفي. أخوكم أبو عبد الله، حياكم الله. حيا الله المشاهدين والمشاهدات. شبينا النار وحطينا المركب، والآن نركب القدر. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. السليق الطائفي على وصول أهل الطائف. حياكم الله. حيا الله المشاهدين والمشاهدات. حطينا القدر بس ما ضفنا الماء إلى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الطريقة، بسم الله على ظهره. ما شاء الله.
طبعا ما شاء الشحم الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. اعطيني الماء. لعلها روح. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله على كيف تقمر. طيب يا ابو عبد الله الحين يوم بديت قبل المويه ليه؟ الهدف انه يعطي نكهه فاللحم. اها النكهه تبقى. ما شاء هذا الله السليق الطايف يعني ما يحتاج سلام يا سلام شغل مزبوط. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. يلا هات المويه يا ولدي. ما جاء. جيب مويه جيب مويه. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. اللهم زد وبارك. خذنا كذا تقليله شوي. ما شاء الله تبارك الله. حتى سبحان الله شوف المويه هنا في شويه دسم. شوف كيف على اساس يعطي في الرز نكهه. شوف كيف الدسم هنا على المرق. عز الله ما شاء الله تبارك الله. اسم البرنامج شغل مضبوط. هذا السليق اللي الطايف. حنشوفه ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الله. يعطيك العافيه. صراحه الله يا ابو عبد يعافيك. الله تسلم ايدينك يا ابو عبد الله. شغل مزبوط. وانا تعنيت يا ابو عبد الله يوم قلت لي حلقه اليوم السليق الطايف. السليق الطايفي قلت والله ما فيه الا باللبس الله الطايفي يحييك. يا مرحبا والله يا ابو ركاب. عشان ما شاء الله تبارك الله. اللهم زد وبارك. هات الغطاء. يشيل له الزفر بعدين. اي بس ابغاه لين يفيح بعدين اشيل الزفر باذن الله. خلوكم معايا خطوه بخطوه لكيفيه طبخ السليق الطائفي. فحياكم الله وبياكم. الان برغطي السليق بعد ما يفيح ازفره وان شاء الله ان الذبيحه نظيفه من غير تزفير ان شاء الله. ونعلمكم طريقه السليق الطائفي خطوه بخطوه. فخلوكم معاي حياكم الله. حيا الله المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله وبياكم. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. أنا شو ما في زفر. الذبيحة نظيفة ما شو في زفر. ما شاء الله تبارك الله. هذا اذا صار ما في زفر ولا الذبيحه ما شاء الله طيبة. ولا هذا لا ما شاء لا الله. لا هذا شحم. هذا الشحم. ما شاء الله الذبيحة نظيفة. طبعا أنا خصصتها في هذا البرنامج أن أجيب ذبيحة برية. هذا ذبيحة حري. الحري هذا من أصل الحجاز. طبعا الحري دائما في السليق له طعم آخر ونكهة آخر. ما شاء الله تبارك الله. الآن بس بقي لي بس أطعم
خلوكم معاي. بسم الله الرحمن الرحيم. التطعيم ليش؟ على اساس الدم ما يبقى. شوف زي كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التطعيم زي كذا. ها بسم الله. شوف التطعيم فكه مع الكتف على اساس ما يكون في دم ان شاء الله. والمفضح تجي بهذه الطريقه. شوف كذا بهذه الطريقه تجيها وتطعن من الداخل. شوف من هنا. تعالوا تقرب. لو تقرب من هنا ها تعطيها بالسكين من هنا كذا تعطيها. بسم الله. وتقلب على ظهره. ما شاء الله تبارك الله. الذبيحه ما شاء الله نظيفه ان شاء الله. ساعه بالكثير يكون جاهز اللحم. بسم الله ما شاء الله. اليوم شغلنا السريق الطائفي. بنغطيه عليها الان. نعطيه تقريبا نص ساعه الى ساعه. نص ساعه الى ساعه ان شاء الله يكون معنا جاهز باذن الله جل وعلا. ما يحتاج ما شاء الله تبارك الله. انتظروني بعد قليل ان شاء الله نشوف طريقة السريق الطائفي خطوة بخطوة. فحياكم الله. ما شاء الله تبارك الله. حيا الله المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله وبياكم. طبختنا اليوم السريق الطائفي. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف ينطبخ. حتى المرق ضبط المرق والدسم. نضيف عليها الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. نعطيه ان شاء الله 10 دقائق 15 دقيقة يكون جاهز معنا اللحم. فانتظرونا. حياكم الله. ما شاء الله تبارك الله. حيا الله المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله وبياكم. زي ما انتم شايفين القدر وشبة النار والنار بشبابها والحي يحييك. يا مرحبا. عامر يا ابو سلطان. المرق الله ابشروا بالمرق. الحين اضبط لكم المرق. اعطيكم ابشروا. المرق يا حلال لو عليها العصيد. ها؟ ذكرتني انت. ما شاء الله تبارك. بجنبي عصيده واربع صواني مرق. الله اكبر. ولا بكاسه عريق. ما شاء الله تبارك الله. حتى يجف العرق. الله اكبر. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. عن المرق. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. اللهم زد وبارك. اللهم زد وبارك. ما شاء الله تبارك الله. عن المرق. عن المرق. ما شاء الله تبارك الله. اللهم زد وبارك. ما شاء الله تبارك الله. يا سلام. بسم الله. سمي ابو احمد. انا ام اكرم يا ابو احمد. سموه ابو ركام. يا سلام. هذا عند ابو سلطان. لا بيجيني هذا الشغل مضبوط. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. الله يجعل بالعافيه. سمي ابو ركام. حتى يصير. ما شاء الله تبارك الله. وش هالشغل هذا؟
ما شاء الله تبارك الله. قال لك الشغل ما شاء الله تبارك الله. مع ابو عبد الله. هذا المرق من غير اضافه. مرق لا يفوتكم بس. هذا دسمه الذبيحه ومرق اللحم ويا زينه. طبعا في البرد المرقه هذه لو ان المرق هذا عليه الليمون والفلفل الاسود شيء ثاني. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك كيف المرق؟ والله مرق بعدين على الحطب نكهه ثانيه. والله نعمه الحمد لله. مرق على بس. انا والله من عمري الان يمكن 60 سنه اي ما عمري ذاك زي هالمرق هذا. بدون والله مجامله صراحه. اي والله ما شاء الله. والله شيء لان العزيمه هذه والكشته هذه ترى جايه على سلطان اللي في الطيبه. وجودكم معي خلى الاكل فيها نكهه طيبه. دائما نيتك ومن السنين يسمع ومن الطايب. يتابعنا الطيبه الله يوفقك. امين امين. ونذكر المتابعين والمشاهدين ونذكر انفسنا كل ما شفنا هالشغل شيء يقول ما شاء الله تبارك. الشغل المرتب يقول ما شاء الله لا قوة تبارك إلا الله. بالله. الله يعطيك الصحه والعافيه. امين امين. طبعا السريقه الطائفي ان شاء الله مرق اللحم انتم شايفينها الان. نضيف عليها السمن البري فقط وملح. هذا السريقه الطائفي. طبعا نسوي معها زلطه حاره. نعلمكم وش مكونات الزلطه الحاره ونخلطه يكون مع السريق شيء ثاني. يا سلام. ولكن لا يجون على الناس يقول لا الطحين يجي مع السريق. الطحين ما يجي مع السريق. الطحين يجي مع المندي مع الحنيذ مع الندي الطائفي. ان شاء الله هذه لها حلقه ان شاء الله نتكلم عنها باذن الله. زدني مرق يا ابشر بس سعد. عبد الله زدني مرق. ابشر 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 يا ابو ركاء يا ربي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك. وانا زيدني برضه ابو عبد الله. ابشر ابشر. والله يا ابو عبد الله ان بنظل عند هالقدر ذا. الظاهر ما انتم متعشين. ولا تحرك. لا تحرك. اقول الظاهر ما انتم متعشين الظاهر. والله يا ابو عبد كاك الله. عطني زني. ابشر ابشر يا ابو سلطان ابشر. ابو عبد الله حاب اوجه لك كلمه. والله شيء مره ما شاء الله وأنت شخص. تبارك الله. الله احنا كابناء الطائف يشهد الله اننا فخورين فيك. الله يعزك والله ويرفع قدرك. العظيم رجل يعني سم. الله تبارك الله. تسلم. رجل تقدم محتوى الطائف بشكل ايجابي. الله يجزاك خير. تقدم ثقافه الطائف الثقافه الصحيحه. بارك الله. هذه بحد ذاتها عز نفتخر فيك. الله يعزك ويرفع يشهد قدرك. الله ان نفتخر فيك يا ابو عبد الله. والله الشرف لي. أنا وكممثل لشركة بانوراما يشهد الله أن نتشرف فيك. أنا والمالك دكتور طلال عرابي وجميع الماهرين في الشركة وجميع أبناء الطائف بشكل عام يفتخرون فيك. الله يعزك ويرفع قدرك وما قدرت وما حشمتم الا من قدركم وحشمكم. فجزاكم الله خير. الله يسلمك. وانا افتخر واتشرف يوم تكونون معي في هذا البرنامج. الله يبيض وجهك. اخوي محمد السالمي واخوي احمد ابو سبع القحطاني وابو سلطان حياكم الله. اي والله. الله يسلم من الوجه. واكيد ابو عبد الله ومثله الكثير من المبدعين والناس اللي حريصين على هالثقافه وعلى المحتوى الجميل لهم داعمين. ولهم بيض بصمه الله بصمه. وجهكم. دعمتوه في هذا البرنامج وفي غيره فلكم الشكر ايضا ولكم الثناء في مقدمتكم الدكتور طلال او الجميع في هذه الشركه المباركه الله يوفقكم ان شاء الله. انا معلش يا ابو اخوي محمد انا عندي سؤال الان بما ان انت موجود ودنا نستفيد وكذلك المشاهدين يستفيدون. الحين شركه بانوراما انا والله رجل ابى اخذ لي بيت. هل القى البيت عندكم جاهز على طول اخذ البيت على طول زي التمليك هذا زي التمليك ولا كيف نظامكم بالضبط؟ اولا عشان تكون في الصوره يكون المشاهدين في الصوره التمليك شركه بانوراما لاسمه. نعم. القسم الاول يكون عن طريق التسويق العقاري ممكن تلاقي جاهز. لكن املاك شركه بانوراما او تمليك بانوراما مختلف بسياسه مختلفه اللي هي انه احنا نبيعك ولا زالت ارض. انت تختار التصميم الهندسي. نعم. انت تختار التشطيبات. انت تشرف على مبناك من البدايه الى النهايه. تشرف على مبناك من البدايه الى النهايه. تختار التشطيبات، تختار البويه، الجبس، شكل الجبس، الاناره الداخليه، جميع التفصيلات الداخليه. بارك الله فيكم. هذا بيت العمر. احنا مؤمنين ان الشخص الله أكبر. مبلغ مالي ضخم. بيت العمر. هذا سبب من هذه من الامانه. نعم. والثقه ويخلي الزبون او الزبونه من اخواني واخواتي
انهم يتضمنون على هذا الشيء لانك على كلامه تتابع من الاساس الى الى النهايه، الى النهايه. هذا الصح. هذا الصح. لان بعضهم ممكن لا، بعضهم يبيعك عماره ما تدري وش اساسها، وش وش الاساس. نعم. ما دام هذه من بدايه الى النهايه، هذا شيء طيب. صح. وكل يدور الشيء هذا. الإشراف الكلي. جميل. الإشراف الكلي ممكن تأخذ معنا فترة زمنية من 9 أشهر لسنة على حسب طبيعة الأرض. في النهاية احنا في المشروع نحفر الأرض، نوصل لإعزاز الأرض، تأخذ مرحلة البناء، تأخذ فترة. لكن هذا التأخير في الزمن اللي هو ممكن تكون 9 أشهر، هذا ضريبة اختيارك أنت، ضريبة اختياراتك اللي هي اختيارات التصميم الهندسي، اختيارات التشطيبات، ولمصلحتك. ولمصلحتك أنت بعينك تشوف وتطمئن وترتاح. وإذا أنت جاهل وتقول أنا ما أعرف المعمار، ممكن أنت تستعين بمهندسين. الله. تستعين بمهندسين وتخليهم يشرفون على مبناك. في النهاية لك الحرية، نحن واثقين في منتجنا، وأنت برضه لك الحرية أنك تطلع أي مهندس يشرف على مبناك. والله هذه يا ابو عبد الله، أي. فيه عماير دحين انا جيت وشفتها في خلال شهرين وهي جاهزه. كيف هذا؟ ما تدري كيف ساسها بهذه السرعه. بالسرعه هذه. ما هي معقول. هذه مده طويله اقدر ارش البيت، اقدر اضبط، اقدر ازين، اعدل، اجيب مهندس، اجيب نعم. اشوف اساس. في عماير، في عماير طلعت في التلفزيون ترى. والله ابو سلطان والاهل والاخوان، انا الحقيقه يوم اخوي محمد السامي 9 شهور كويس، يعني 9 شهور الى سنه على حسب. والشخص اللي يبغى ياخذ له مثلا يتعامل مع شركه بانوراما ويجي شخصيا، هو اللي بنفسه يوقف على المكان ويتابع مع المهندس الشيء اللي يبغاه، مثلا يعدل هنا، يبغى يسوي كذا، يبغى الغرفه كذا. ها؟ انا اشوف انها مميزه. ليش دائما الصبر ياتي بعده الفرج. الله اكبر. الا من الاشياء هذه. انا من الناس اللي عمرت ولله الحمد، الله يمتعنا وياكم ان شاء الله. امين امين. والعافيه، ويجعل لنا والمتابعين جميعا بيوتا في الجنه. اللهم. وجميع امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. سنتين وانا ابني بيتي شوي شوي، اعرف ايش احط، اعرف ايش اختار. اذا كان شريك بهذه القيمه بهذه القيمه، نعم، 9 شهور على حسب اللي انا اطلبه منهم، والله ما شاء الله لا قوه. يعني شركه مميزه، انا اشوفه شركه مميزه. جميل. انه ممكن المبلغ اللي ناخذه في البدايه مبلغ رمزي جدا، مبلغ توقيع عقود فقط. وعلى دفعه. فلوسك عندك. يا سلام. ومشروعك جالس تسوي فيه. وتتابع بنفسك. وتتابع بنفسك. فلوسك عندك. بارك الله فيك. يعني بارك الله فيكم. الامور انت ما تاخذ بيتك الا عن اقتناع كلي. يا سلام. عن اقتناع كلي. يا سلام. ما هي غريبه. عندنا قاعده عملاء الحمد لله كثير. في النهايه يعني نحن مؤمنين بالتخصص. اكيد. أكيد. ولستم الوحيدون، ولكن بإذن الله انكم تميزون ان شاء الله والافضل. ما هي بغريبه على الدكتور طلال العرابي صاحب شركه بانوراما، رجل ثقه، رجل صاحب امانه. فالكلام اللي سمعته من اخوي محمد مدير العلاقات العامه بشركه بانوراما، عندما وضح لنا هذا الوضوح، والله انا بنفسي تطمنت. وهذا الكلام هذا قالها لي الدكتور طلال نفس الكلام. فحبيت اني اوصل للمتابعين هالشيء هذا، ان الرجل هذا ثقه ورجل. بس فعلا الحقيقه يوم وصلنا الشيخ محمد مدير العلاقات العامه بهذه الفكره، فانا انصح ان الانسان يتابع العماره من بدايته لنهايته، ويبغى التصميم اللي هو يشوف ويرغبها، فهذه موجوده في شركه. فاسال الله ان يبارك لهم ويعطيهم الصحه والعافيه. طبعا هم الراعين الرسميين في هذا البرنامج. اي والله، الله يحفظكم وشكرا لكم، وشكرا للدكتور طلال العرابي. والله يحفظكم ويرعاكم. خلوكم معنا لتكمله طبخه السريق الطائفي. فحياكم الله.
الله المشاهدين والمشاهدات، بعد ما طبخ اللحم وضبط المرق ما شاء الله تبارك الله، ننزل القدر. ها بسم الله الرحمن الرحيم. تعال تعال هنا، تعال شوف ما شاء الله، تعال شوف ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف قمر. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك. شوف كيف اللحم، اللهم زد وبارك. الان بناخذ المرق ونحطه مع الرز، فخلوكم معنا خطوه بخطوه. هات الرز يا ولد، هات الرز. حيا الله المشاهدين والمشاهدات، نحط الرز نحط القدر. بسم الله. عندنا الرز هنا بعد ما صفيناه نضيفه على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 ما شاء الله تبارك الله. اسحبي هذه ابو سلطان، اسحب لي هذه. هات المصفى، هات المصفى. ايوه هات المصفى. بسم الله. بشكل هذه ابو الدعوه كاشته وعيون طيبه. تسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما نشيل هذا هنا. بسم الله. ناخذ المرق حق اللحم، شيل الغطاء وميل لي، ميلها. شيل الغطاء، حط الغطاء، ميلها ابو سلطان، ارفعها لي. لا امسكها زين، امسكها زين مع العروق. بسم الله. بسم الله الرحمن. المرق شوفها. حيا الله المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله وبياكم. حطينا الرز وضفنا عليها المرق، فقط المرق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف الرز كيف يقلب. ها نحرك بهذه الطريقة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يعني ما عليه شيء ثاني. ما تحط بصل، ما تحط ثوم. يا رجل يا ابو سلطان، قد سبق تكلمت قلت السليق الطائفي من غير بصل ولا ثوم ولا عويدي ولا قرفه ولا ورق الغار يا رجل. دخيله. هذا حليب قشطه. حليب قشطه، جبن سايل، كلام فاضي. هذا السليق الطائفي عندنا من غير اي اضافات، مرق وملح والسمن البري فقط. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف تقلبنا الرز، تقلب الرز كيف ما شاء الله. هذا السليق الطائفي. خلوكم معنا خطوه بخطوه ان شاء الله بطريقه السليق الطائفي. الشيف ابو عبد الله حياكم الله. حيا الله المشاهدين والمشاهدات، زي ما انتم شايفين معي السمن البري. كذا خلصنا الرز على الحطب السليق الطائفي. ما شاء الله تبارك الله. اللهم زد وبارك. ما شاء الله تبارك الله. طلع ريحة اللذعة. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. نضيف عليها السمن البري. بسم الله الرحمن الرحيم. كذا اعطيها لفة كذا بس. يا سلام على السمن البري. ما شاء الله تبارك الله. اعطيني الصحن ابو سلطان، اعطيني اياها. بسم الله. نقلب قلبتين ثلاث. ما شاء الله تبارك الله. سلمت يديك والله يا ابو عبد الله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما شاء الله. هذا السليق الطائفي. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هذا السليق الطائفي. شوف ما شاء الله. بدون اي اضافات الا السمن. على السمن والملح، مرق الذبيحه. هذا السليق الطائفي اللي الواحد يتشرف ان يفتخر بتراث اهل بلده. ما شاء الله تبارك الله. لا ثوم ولا ذوبي. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. يا سلام. بهذه الطريقه. ما شاء الله تبارك الله. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله على السريق الطائفي. ما شاء الله تبارك الله. هي هذا هي. لا لا هذه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ركشته وبر وعلوم غانمه ما شاء الله تبارك الله. حيا الله المشاهدين والمشاهدات. غرفنا السريق الطائفي ما شاء الله تبارك الله. اقرب 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 ما شاء الله. اقرب ما شاء الله تبارك الله. شوف اللحم كيف، شوف اللحم كيف ما شاء الله تبارك الله. شوف اللحم كيف ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. شوفها اللهم زد وبارك. وهذا السريق، هذا رز السريق. حبه واقف نثري، حبه واقف. السريق الطائفي دائما حبته واقف ما شاء الله تبارك الله. هذا السريق الطائفي بطريقة أهل الطائف مع الشيف أبو عبد الله، أخوكم أبو عبد الله، حياكم الله. والشغل المضبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا 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 قولوا بسم الله، قولوا بسم الله. بسم الله.